اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتنا جديد سبورتس. طبعا النهارده عندنا حلقه جديده هنتكلم ان شاء الله عن مباراه نادي الزمالك وغزل المحله ومباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي واخر تفاصيل رحيل طبعا فيريرا والخبر المؤسف لجماهير نادي الزمالك برحيل المدير الفني فيريرا، وهنتكلم برضه عن اسباب الرحيل وهل فعلا كان الراجل ده شال ذنب الفرقه وهل فعلا هو اللي تحمل المسؤوليه في الخساره وتدهور الفريق الفتره الاخيره ولا لا. وهنتكلم برضه فعلا عن المباراتين بشكل سريع. خير على حضراتكم، يلا بينا نبدا الحلقه، يلا بينا. بدايه كان الزمالك لعب امبارح بتشكيل برضه 3-4-3، تشكيل اللي نهى بيه مباراه النادي الاهلي. لعب بزناري وعبد الغني وعبد المجيد، لعب باك يمين عمر جابر، باك شمال لعب ب او لعب بنيمار، بعد كده حتى عمر جابر، فعمل تشكيل غريب يعني. بعد كده كان وقف وسط الملعب وبإمام عاشور لعب قدام بزيزو، ولعب مصطفى شلبي وقدام كان الجزيري، وغزل المحله لعب 4-3-3. بدايه كان الزمالك المشكله الهدفين دخلوا فيه الضرب، كان بيلعب دفاع متقدم. المشكله ان كان الزناري بيلعب عمل خلخله ان هو كان بيلعب ليبرو يعتبر ثالث في وسط الدفاع، ولكن نادي غزل المحله لعب على الكورتين لنادي الزمالك، بيلعب في ظهر نادي الزمالك. نادي الزمالك كان نازل بالاول ضاغط من البدايه، بيلعب كدفاع متقدم وكان بيلعب بزياده هجوميه، وكان بيلعب العمق متقدم من الدفاع، كان بيلعب في وسط الملعب، وبالتالي كان في مساحات كبيره جدا بين الجون وبين الدفاع في الجزء من ال 18 وسط الملعب. وبالتالي غزل المحله لعب عليها كونتر اتاك سريع ولعب كرات طوليه في عمق الدفاع، واللي ادى فرصه كده طبعا الزناري ان هو ادى الفرصه لغزل المحله ان هم يتفوقوا في الجزئيه دي، والجون جم بسبب ان هو بسبب سرحان منه بالجزئيه تغطيه دفاعيه بشكل كبير، وبالاضافه انه برده ما كانش في رقابه على المهاجمين والاطراف اللي كانت بتيجي من خلف الباكات. وبالتالي الزمالك يعني خد برضه هزيمه، مشكله كبيره جدا في التوالي بعد النادي الاهلي، وتدهور نادي الزمالك من اسوء لاسوء الفتره الاخيره. اجواء وكوارث كبيره جدا في نادي الزمالك، خصوصا خط الدفاع في كوارث بالجمله. ويعني نقدر نقول الزمالك في مرحله لابد من الوقوف اليها، ولازم مجلس الاداره ياخد موقف. المشكله حتى الان مش في فيريرا، ورحيل فيريرا هيبقى ليه عواقب، ولكن الى حد ما الكابتن اسامه نبيه والكابتن احمد عبد المقصود برجوعهم تاني للفرقه يسيطروا على الجو بشكل كبير، عندهم شخصيه كويسه، يقدروا الى حد ما يقودوا الفرقه الى فتره احسن ان شاء الله. ولكن فيريرا مش هو السبب يا جماعه، هو نعم فنيا وقع في اخطاء كبيره جدا، وقع في مشاكل فنيه كبيره، كان تاليفه شويه فزلكته شويه، بان الراجل مش عند شويه، ولكن مش ده السبب الاساسي. السبب الاساسي انت كان اللعيبه في تامر على فيريرا بشكل كبير جدا، في عدم سلكان في الفرقه. ان حضرتك شفته امبارح لما سامسون نزل، سيزو مش ما وصلوش ولا كوره، كان في كوره لما سيزو دخل لجوه كان سامسون فاتح له الملعب مش بصها له. في عدم ما فيش تكاتف في ارض الملعب للعيبه، تقول لي كده اللعيبه مش على ارض راجل، على قلب راجل واحد. بالتالي فربنا مش هيجازي الفرقه مش سالكه لبعض، وما عندهمش روح هدف واحد، وما عندهمش عزيمه للنصر ولا الضمير في الشغل. بالتالي ربنا مش هيجازيك بحاجه يعني وانت اصلا مش سالك ليها يعني. وبالتالي ده طبعا ده متوقع ان هيكون ليها عواقب جسيمه، طبعا متوقع ان يكون في فشل كبير، ولازم ربنا بيدي اللي بيجتهد وبيكافح وبيكون كويس وبيدي عمله باخلاص وشرف. ولكن الزمالك برضه بالاضافه للجزئيه دي، جزئيه اللعيبه، الاداره عليها دور كبير جدا. الاستاذ مرتضى منصور خرب الدنيا بصراحه بشكل كبير بتصريحاته الاخيره، وحشيش ومخدرات ولعيبه بتحشش ولعيبه كانوا ماني، واجواء عدم استقرار، واجواء افتعال ازمات وبروباجندا على الفاضي، وافتعال بروباجندا في حوار القطر النادي من بطن اسوان، ومن هنا بدات الكوارث وبدات الخراب. انت عامل بروباجندا على حوار قطر وجماهير وحاجات سقط اللي كانت مشكله. يا عم ما تحجز ولا تنيل، مش ده اللي هيخلي النادي ياخد الدوري. وبالتالي جت بسبب انت هبت من هنا وعملت بروباجندا واشغال الناس من هنا، جه بقى العقبه الجسيمه من هنا. الكيرف نزل من بعد مباراه اسوان بشكل كبير. انت كنت كسبت كل المباريات اللي قبل النادي الاهلي وتعادلت حتى مع النادي الاهلي، كان يبقى فرق نقاط ليك انت، فرق نقطتين او نقطه. فبالتالي انت كان كل حاجه في ايدك، انت كنت متربع على الدوري الى حد ما فتره، وبعد كده بقى لما خسرت من مباراه اسوان كلها باظت. وبالتالي فنادي الزمالك حالته يعني فيها 3 عناصر: ان الاداره بشكل واحد، رقم واحد مفيش عدم استقرار، وانهم كل هدف ان يكون العين عليها هي ويكون النجاح لمرتضى منصور بس. رقم 2 اللعيبه متآمره على المدير الفني ومفيش روح، والمتآمره على المدير الفني ومفيش التعاون مع بعضها، ومفيش في تكتلات في الفرقه، وفي نقدر نقول كده ايادي خفيه مش عايزه النجاح للفرقه، ويكون النجاح ليها بشكل للفرقه، ويكون النجاح ليها هي. انا بتكلم على زيزو بشكل مباشر بصراحه، مش هخاف من حد. زيزو فعلا كل هدفه انه يكون هو نجم الفرقه، بغض النظر بقى مش عايز حد تاني يقول غيره. ففي عدم سلكان في الفرقه بشكل كبير، في عدم روح كويسه في الفرقه، مشاكل محيط بالفرقه، اجواء.
كلها عوامل سلبيه بتاثر للفريق وتكسر فيه وتأهديفه انها تخليه يروح لشكل اسوء. وبالتالي احنا بس عشان هي قصه نادي الزمالك نتكلم عنها فنيا بس بشكل سريع عشان ما نخش على النادي الاهلي بسرعه. بروجيت نادي الزمالك عشان برضه زي ما اتكلمنا عن نادي الاسماعيلي وقلنا روجيتا للنجاح برضه قلنا روجيتا نادي الزمالك. اول حاجه كابتن اسامه نبيه وكابتن احمد مسعود الجهاز المصري ده يكمل نهايه الموسم، طبعا هم ادرى بالفريق وادرى بحاله الجماهير وادرى بالدنيا والتفاصيل والفنيات وكل حاجه، والا عارفين كل الاجواء، عارفين كل حاجه، المصريين زينا ومننا وابناء النادي يخافوا علينا اكتر مننا، وبالتالي هم هيقدروا يقودوا السفينه لبر الامان ان شاء الله ويقدروا يحققوا نجاح كامل. برضه في مشكله ثانيه ان لازم الزمالك يدعم صفقات تقيله بجد، يعني عندك رحيل ساسي كان لازم تعوض مكانه برحيل محترم ساسي زيه زي الاسطوريه مثلا في بيراميدز او الكارتي بيراميدز. بن شرقي انت جبت واحد مع احترامي ليه مصطفى شلبي ما يجيش ربعه، وانا ضايق الشهيد انا ضايق طبعا ما شفناهوش من ساعه ما جه، فلازم تكون تجيب لعيبه محترمه كواليتي عالي بقدر الكافي. اللعيبه اللي جت ومشت بصراحه كان في تقل الفرقه بشكل كبير جدا بامان. تالت حاجه وهي الروح، لازم ترجع الروح للجسد مره ثانيه. يعني احنا الموسم اللي فات نادي الزمالك كان عنده كواليتي اقل من كده، ما كانش في تدعيمات بالشكل الكبير ده، ومع التالي كان عامل مباراه مع النادي الاهلي في الدور الثاني كان 2-2 والزمالك كان متقدم وكان في روح كبيره والفريق كان حلو وعنده حماس وكان في روح وهدف واحد احنا عايزين نحققه دلوقتي، انما الدنيا دلوقتي ما فيش خالص. فده كل ده حط في ماتش المحله وادى للزمالك. الزمالك لما حط في دماغه الشوط الثاني احنا عايزين نرجع للمباراه كانوا عاصين المحله مع احترامي عاصيننا بشكل كبير الشوط الثاني كله، لكن ربنا زي ما قلنا ما بيجازيش الا اللي بيلعب بكويس عنده ضمير في عمله، مهني في عمله، متعاون مع زملائه وهدفه خير بس، وبالتالي ادى لخساره زي الزمالك وده شكل اكيد ومؤكد ان ما فيش زي ما قلنا العوامل النجاح ولا الاصرار على النجاح ولا تخطي هذه الازمه. ده بالنسبه لنادي الزمالك وشق نادي المحله والهزيمه وكل ما يخص نادي الزمالك. نخش بقى على النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي قدر بقى كل الناحيه الثانيه بيستفيد من الاخطاء اللي وقع فيها في القمه او يستفيد بقى من الاخطاء اللي الزمالك وقع فيها. عندك لعب بشريف اساسي نجاح كبير جدا واحرز هدف خلاص بيثبت اكتر من كده. النادي الاهلي هيتراجع عن فكره ان هو يضم مهاجم خلاص. سبحان الله يعني الكوره من حال الى حال كان شريف مش مقتنع بيه مستوى نزل ماتش القمه رفعه لفوق وخلاه اساسي سبحان الله. شادي حسين طبعا كان على الدكه فرجع تاني محمد شريف. النادي الاهلي لعب الى حد ما بتوازن لكن كان الاداء ضعيف شويه ضعيف بين البنك الاهلي لو كانش جون دخل كان ماتش هيخلص تعادل بصراحه. البنك الاهلي الكابتن احمد مقصود وعبد العزيز كانوا عاملين دور تكتيكي حلو جدا وعندهم عناصر كويسه جدا بصراحه. عندهم يعقوب وناصر منسي يروح نادي الزمالك خلاص ان شاء الله. كان بيلعب في المصري ده مجدي. عندهم ناس كويسه جدا، عندهم بصراحه محمد فتحي نص ملعب، عندهم لعيبه كويسه جدا جدا بصراحه. اللي كان بيلعب في الاسماعيلي في عناصر كويسه في البنك الاهلي ممكن الزمالك يستسقى منها لو عايز يبص يعني. فانا شايف بصراحه ان نادي الزمالك ونادي الاهلي كان مستوى لحد في المباراه دي مش حلو مش قوي يعني، ولكن كولر برده عمل حاجه كويسه جدا ان هو ادى فرصه بقى لتاو وادى فرصه لمحمد فخري وان عمرو السوليه يرجع تاني من الاصابه يعني يدخله في اجواء المباراه مره ثانيه. فكولر ماشي الى حد ما بخطوه ثابته اداء كويس ماشي الى حد ما ليه هياخد الدوري خلاص. فالراجل خد النادي الاهلي من الهبوط وعدم التركيز وما الى ذلك الى التركيز والدوري واداء ثابت ولحد ما بعض الاخفاقات، ولكن الراجل ماشي بشكل كويس. النادي الاهلي بشكل عام مجمل المباراه امبارح كان نقدر نقول اداء متوسط في المباراه، ما كانش اداء كبير جدا. قدر ان هو ياخد المباراه الى بر الامان ليه هو، ولكن برضو الاداء مش الواو بالنسبه لكولر، ولكن طبعا ده اداء بشكل كبير يعني نصاص قرار ماشي بشكل كويس بعد ماتش القمه واداء كبير اللي عمله قدام نادي الزمالك. وبكده يكون النادي الاهلي يعني خلاص بيقرب الدوري بشكل كبير جدا نهايه الدور الاول وفرق ب 11 نقطه فخلاص كان الدوري انتهى. الا اذا نادي الزمالك لو يرجع الكابتن اسامه نبيه قدر تاني يرجع للفرقه وياخد عده انتصارات ورا بعض المتتاليه وقدر ان هو يكسب كل مباريات الدور الثاني ويتفوق، والنادي الاهلي مثلا طبعا يرجع من كاس العالم للانديه مضغوط فهيبقى في اختلاف في الكلام. لكن نقدر نقوله النادي الاهلي ماشي بخطوات كويسه جدا والاداء الى حد ما كويس، والراجل امبارح تكتيكه زي ما اتكلمنا 4-2-3-1 والاطراف وعوده محمد طارق كانت كويسه، ويعني كان محمد فخري اداء لحد ما كويس. نزل في الاخر عمر طاهر محمد طاهر عفوا نزل عمرو السوليه وكان ديانج برا ده كان كويس الى حد ما، وطلع حمدي فتحي ريحه وتاو نزل، فالى حد ما الفرقه يعني ماشيه بشكل كويس وفي عناصر كتير جدا كويسه ومحمد شريف احرز هدف. كل ما كان النادي الاهلي كل ده بيدل النادي الاهلي ماشي بشكل كويس وهيروحوا على الدوري ويعني يكون النادي الاهلي كده ماشي في الطريق الصحيح السليم. كده احنا حابين نكون وضحنا مع حضراتكم وضع نادي الزمالك وايه اللي هيحصل الفتره الجايه بعد رحيل فيريرا وايه اللي هيحصل وتحليلنا بشكل سريع عن المباراه، وكلمنا عن النادي الاهلي برده ويفوزوا على بنك الاهلي وتفوقوا على القمه.
وبكده نكون وصلنا مع حضراتكم نهايه الحلقه. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وده صفحتنا على البيج على فيسبوك باسم محمد جد الله وجابيليو سبورتس، وعلى التيك توك وعلى انستجرام بجد 99. كما كنا محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في حفظ الله وامنه، مع السلامه.